الدعاء بين السجدتين كثير من الناس لا يأتي به لأنه بالك ربما لا يعرفه. هذا هو الظاهر. احنا نقول أن هناك دعاء أيها الأفاضل بين السجدتين كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام. كي تسجد تطلع باش تعاود تحبط في السجود، ماشي كي تقوم في السجود بين السجدتين. فروى أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عباس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين السجدتين اللهم احفظهم عليا. ما شاء الله، قولوا خاصة هذاك الموضع، موضع الصلاة كاملة، موضع إجابة الدعاء. فكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي 7 كلمات 7. اللهم اغفر لي وارحمني واهديني واجبرني وارزقني وعافني وارفعني. 7 كلمات كان يقولها بين السجود. معليش ما حفظتهمش بين 7، قل 2 قل 3. اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني واهديني، اللهم اغفر لي وارحمني واهديني واجبرني وارزقني وعافني وارفعني. لما يحفظ 7؟ معليش يجيب 2 3. المهم أنك تأتي بالذكر بين السجدتين، لأنه من السنن المهجورة اليوم، قليل من الناس من يأتي به.